سياسة قلب الترابيزة واعمل ايه مع اللي بيقلب عليا الترابيزة؟ هقول لكم. انا اسراء عثمان، استشارية علاقات زوجية. اللي عايز يبعت استفسارات او يحجز جلسات يبعت على الانستجرام. يعني ايه اصلا قلب الترابيزه؟ لازم نفهم. هل كل واحد انا النهارده قلت له انا زعلانه من حاجه فرد عليا قال لي لا انت فاهماني غلط يبقى بيقلب الترابيزه؟ نو. اللي بيقلب الترابيزه بيعمل حاجتين اساسيتين. تيجي تقولي له الحاجه اللي مضايقاكي يرد عليكي باتهام. يعني يجي يقول لك ايه؟ تقولي لجوزك والله، او تقول لمراتك انت ليه قاعده مثلا بره البيت، او انت ليه طول النهار مش موجود وسايبني وهاملني. يقوم يرد عليك يقول لك انت ما بتقدريش، ده انا بعمل وبسوي، ومش كفايه ان انا جايب لك كذا، مش كفايه ان انا بدفع لك كذا، وكلام كده كتير قوي. تاني نقطه بيعملها ان هو بيزعل وساعات يخاصم. ده ليفل بقى عالي جدا. انت تلاقي اللي قدامك فجاه زعل وبقى يعمل اللي بيعمله واكتر، اللي هو يا عيني كانه بيعاقبك على ان انت اصلا ازاي تحاولي تتكلمي، ازاي تتكلمي في اللي يضايقك. فده كده اللي بيقلب الترابيزه من غير ما تفهمي ومن غير هو ما يفهم. هو بيعمل لك برمجه في عقلك الباطن ان انت تعملي حاجتين برضه. رقم واحد انه لما يرجع تبقي انت مشتاقه قوي لرجعته. تاني حاجه انك ما تتكلميش في الموضوع ده تاني. فانت كده علاقتك بيه بقيتي خاتم في صباعه. انت كده بقيتي مهما كانت مشاكلك عمرها ما هتتحل، وهو ضمنك 100%. طب اتعامل مع الموضوع ده ازاي؟ اهم حاجه انه لما يمشي ما تحايلش عليه يرجع. هو يخصمك خلاص، ما تحايلش عليه يرجع، ما تقلبيش الحقايق، ما تقعيش في الحفره. لما يعمل كده سيبيه، وما تبقيش قاعده متضايقه وقاعده في كورنر وزعلانه. لا، اتعاملي عادي. عايز اكل اقعدي كلي عادي عادي خالص، كانك مش حاسه انه مخصمك اصلا. ممكن يجي يقول لك والله انت مقرفه، انت بتعملي، انت بتسوي، اضحكي عادي جدا. انا كده ماشي يا عم، لحد ما تلاقيه هو من نفسه جاي وعايز يعرف انت بتعملي كده ليه. تبقى انت نجحتي. هو انت ازاي بتعامليني كده؟ انت عامله وقاعده تبسطي في البيت ومش فارق معاكي، ورجعت ما لقيتش الاكل اللي انا عايزه. هنا تعرفي ان انت وصلتي للي انت عايزاه. يجي هنا بقى تاني حاجه لازم تعمليها. لما يقول لك كده ردي عليه وقولي له ايوه، لان المشكله اصلا ان انا اتكلمت فيها ما اتحلتش. انت خدت بعضك وزعلت، وده مش حل. احنا بنتكلم مع بعض، فزي ما انا كلمتك تكلمني. تعال نحل المشكله، وانا متاكده انها مشكله. مهما كانت دوافعك المفروض ان انت حريص تصلح البيت زيي. فلو سمحت نقاش حضاري.